السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. كل مرة بنحب نعمل فراخ مشوية ما بتطلعش معانا لا اللون ده ولا الطعم المشوي بتاع بره. هقولك ليه، وهنستخدم مع بعض النهاردة حاجات بسيطة، وهقولك ازاي تطلعي الفراخ طرية من جوه، لحمها ابيض وفي نفس الوقت اللون الحلو ده والتسوية بتاعتها. يلا بينا نشوف المكونات. استخدمت بصل قد التوم مش كمية كبيرة، فلفل رومي اخضر واحمر، طماطمايه، فلفل حامي، وفص ليمون. التوابل اللي استخدمتها: بهارات فراخ، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، بابريكا، ملح، بهارات السبع حبات. وكمان هستخدم دبس الرمان وتلات او 4 معلقتين من الزيت. دبس الرمان ده اللي هيديكي مزازة وهيديكي كمان اللون الحلو اللي شفناه في الاول للفراخ ده. هاخد كل ده بقى في الخلاط، حتى لو ما عندكيش كبة انا هعمله في الخلاط عشان عايزاه ناعم، وعليه التوابل والزيت ودبس الرمان. دي الفرخة عندي مغسولة كويس جدا ومعمول لها الفتحات اللي انتوا شايفينها دي، وهوريكم كمان انا كسرة العظمة بتاعة الفخذ علشان خاطر تبقى مفتوحة كويس على الشبكة في الفرن. تمام. ابتدي بعمل لها مساج بالخلطة الحلوة قوي دي، واسيبها في التلاجة ليلة كاملة. وتعالوا نشوف طريقة التسوية. انا بسوي على درجة حرارة 220 على الشبكة، والمروحة شغالة، صينية تحت فيها مية عشان الفراخ تفضل طرية من جوه وما تنشفش معاكي. ده في النهاية بيكون شكل الفرخة بعد ساعة إلا ربع بالظبط من التسوية. 2 كيلو إلا ربع. لونها وطعمها حلو جدا، وكمان ريحتها في منتهى الجمال. ما تنسوش حتة الفحم بتغير طعم الفرخة خالص. تعالوا بقى شوفوا شكل لون الفرخة من جوه عامل ازاي، ابيض وطريه جدا. وصفتنا النهارده كانت بسيطه وسهله، عملت معاكم النهارده الفراخ المشويه بطريقه حلوه جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك